السلام عليكم. دردشه كده في اخر الليل. سؤال جالنا على البيج على الفيسبوك من مس معينه طلبت السؤال ده، فانا حابب بصراحه اكون فضولي، حابب ان انا ارد عليه لكل الناس، لان انا على يقين ان السؤال ده بيدور في دماغ كل الناس. السؤال بيقول يا مستر مصطفى، هو عشان اتعلم عمليات اخد وقت قد ايه واعمل ايه؟ سؤال والله ممتاز جدا، وكويس ان في حد عايز يعرف يعني يمشي خطوات سلم ازاي، والاصح في الاصح ان شاء الله، وستيب باي ستيب توصل لليفل كويس. طيب قبل ما اجاوب على السؤال ده انا هقول لك جمله واحده هتطمنك من حيث موضوع انك ممكن تتعلم ولا لا، موضوع صعب ولا مش صعب. انا سني من سنك، انا مش احسن منك ولا انت احسن مني، انا من سنك وتعلمت، يبقى انت قادر تتعلم وتبقى احسن مني. وانا اقل حد في الصاعدين مثلا، انا بديك مثال، انا مش هذكر اسماء لان مش كل الناس عارفه الاسماء اللي انا هقولها، فانا بقول انا اهو سني من سنك، اكبر منك بكام سنه، اصغر منك بسنين، انت عندك مقدره تعمل اللي انا عملته وافضل مني واتعلم منك كمان في يوم من الايام، ويبقى شرف ليا طبعا. طيب نجاوب بقى على السؤال ده، علشان يعني يا مستر مصطفى اخد وقت قد ايه عشان اتعلم عمليات؟ عندي 3 اجابات. الاجابه الاولى، هو انت هتختار انهي مكان تتدرب فيه؟ المكان الثاني، المكان ده فيه ريت ولا لا؟ الاجابه الثالثه ودي اهم اجابه، في شخص في المكان ده هيستلمك يروقك ويعلمك ولا لا؟ دول اهم 3 اجابات عندي للسؤال ده. طيب نمسك حاجه حاجه نشرحها ونفهمها. انزل في مكان حكومي في ريت كتير، ولا انزل في مكان برايفت في ريت كتير، ولا انزل في مكان برايفت ريته متوسط؟ عايز اجابتي الشخصيه، ما تفكرش في برايفت ابدا دلوقتي، انزل ادعك في مستشفى حكومي او في مستشفى جامعيه، يعني مستشفى عام او مستشفى جامعيه. هناك ملجأ الغلابه، مقصد قولي الريت الاو ار هناك عالي. فلو انت هتتعلم في مستشفى برايفت مثلا بتلاقي لها مثلا في اليوم 4-5 زوايد، مع ان ده ريت كبير ومش بيحصل، بس فرضا في اليوم 4-5 زوايد كل يوم. بتاع العام بيتعلم كله مثلا حوالي 15 زايده في اليوم، 10 زوايد في اليوم. فتخيل انت بتتعقم في اليوم في احدى عمليات في احدى تخصص 10 مرات، مش في الخاص. ده ممكن يجي لك انت عارف الشفت بتاعك قال لك حاله نفس حاله برايفت بفلوس، عيانه بفلوس عددهم قليلين عن العيان اللي ببلاش، الغلبان اللي هو ملجأ الغلابه فعلا بتاع مستشفى العام او مستشفى جامعيه. فانا النصيحه الاولى، روح مستشفى عام، روح مستشفى جامعيه بعد ما تاخد اذن من هيد نيرس والسوبرفايزر بتاع القسم بتاعك خلاص، وانزل اتعلم هناك في الاول، ادعك الاول في الشغل. طيب الحاجه الثانيه قلنا الريت، المكان اللي فيه ريت كتير هتتعلم فيه بسرعه، المكان اللي فيه ريت قليل مش هتتعلم فيه ابدا زي واحد بيتعلم كان في ريت كتير. ويستنفصل لك من شويه تاخد انهي واحد فيهم كريت اعلى. قلنا الجامعيه طبعا من انظف المستشفيات وارقاها وعندها كل حاجه حرفيا بروفيشنال، اي مستشفى جامعيه. طيب المستشفيات الحكوميه هتتعلم فيها اسرع من المستشفيات الجامعيه. ليه؟ لان فيها دايما عجز تمريض، فهتلاقي فرصه انك تتعقم في كل الحالات سهله قوي قوي. ودي من ضمن الاسباب ان انا خلتني الجا للمستشفى العام، رغم ان مستشفى الجامعه فيها امكانيات مش في العام خالص، يعني فيها تمريض وستاف امكانيات مش في العام كاجهزه وستاف وكل حاجه، لكن العام هناك بيشتغلوا باي حاجه، فانت المستشفيات العامه هتتعلم فيها بسرعه. بس دي اول حاجه ودي تاني نقطه. طيب ثالث نقطه، انك تلاقي حد يعلمك. لو لقيت حد يا ابني يستلمك وتقول لك تعالى دي اسمها 1 2 3، انت ربنا كرمك. ليه؟ لان انت ممكن تنزل في مكان، وقلنا كل التخصصات فيها الوحش وفيها الحلو، فممكن تيجي عندي مثلا مستشفى عندي انا مثلا شخص انا وحش واللي معايا في شيفت حلو، انت جيت عندي تتعلم، خدت اوضه بتاعتي وانا اسلوبي وحش، انا راجل ناقص عندي مرض مثلا، عندي حاجه معينه، هقول له اطلع بره تخش عندي اوضه مش هعلمك. واللي معايا في الشيفت ابن اصوله متربي تعالى هعلمك. لا انت هتاخد من رزقه حاجه ولا هو ياخد من رزقك حاجه. فانت تقبل ان في حد ممكن يعلمك، تقبل ان في حد مش هيعلمك اصلا حاجه. افهم، لازم تفهم الحته دي قوي. تقبل كل شخصيات، انت مش مجبر تستحمل الناس، بس هو مش مجبر يعلمك، انت اللي محتاج له. فيتعلم لحد ما تقف على رجليك وقرر انت عايز تبقى انهي شخصيه فيهم. ونصيحه يا ابني، كل واحد بيعمل من بيته،
طالع من بيت معين انت بتمثله والله. فانت لو انت جاي شبعان من بيتك والله ما يفرق لك انك انت تخبي معلومه عندك عن حد. انت هتقابل شخصيات كتير قوي تحبش تدي معلومه لحد، واحد تاني يقول لك تعالى خد 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 خد، تفهمني؟ فروح مكان فريد كتير، مكان حكومي الاول، بعد كده شوف حد يعلمك وتثق فيه. وما ينفعش اروح اتدرب شهر 2 3 واعمل ستوب واقف عشان ما يجيليش مثلا شغل خاص ولا حاجه، وارجع تاني اغيب شهر 2 وارجع للقسم تاني عشان اتعلم. هقول لك على حاجه، لما تغيب عن قسم العمليات وترجع له هتبدا من صفر تاني، لان القسم الوحيد اللي بنعتمد فيه على البراكتيكال، مش النولج، مش الاي سي يو، مش الطوارئ، مش السي سي يو، مش النيكيو، مش البيكيو، مش تبعنا خالص. انا راجل براكتيكال، انت العمليات ده براكتيكال. فلو انت غبت عنه فتره، حتى لو انت قديم قوي فعلا يعني وغبت فتره كبيره، هترجع على الطبيب مهزوز. انا ناسي حاجات، ناسي اعمل ايه. فاعتمد ان انت بدات مشوار، خدت خطوه، ما توقفش. ما بقولكش موت نفسك وروح طول الاسبوع اتدرب، على الاقل 3 4 ايام في الاسبوع، يومين 3 في الاسبوع، وتاخد شيفت كامل، صبح حضور مثلا او سهر لو سمحوا لك معايا، تاخد لونج مثلا او نايت، وقف جنب الناس وتعلم دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. طيب اتعقم بسرعه يا مستر مصطفى ولا لا؟ نصيحتي الشخصيه ايوه، اتعقم بسرعه. لان هقول لك على حاجه، كل اللي بيقدموا شروحات على الفيسبوك او اليوتيوب انت فرحان انك عرفت معلومه بس عن طريق الفيديو. تعالى بقى كده المعلومه دي احطك فيها في الواقع، تبقى انت واقف عارف حاجه. طول ما انت ما تعقمتش ومسكت آلة انت لسه مش عارف حاجه. فاحنا هنا بنأهلك، تعالى دي اسمها 1 2 3، بحيث لما تنزل انا عارف خلاص، مش مستني تقول لي دي اسمها ايه، بس انا عايز اتعقم بقى عشان امسك الحاجه دي اللي انا عارفها، امسكها بقى واعرف ازاي همسكها ازاي. اول مره تبقى تقيله في ايدي، بعد كده تبقى سهله، ازاي هناول، ازاي اساعد، ازاي مش عارف ايه. فانت ابدا الاول، شوف العمليه مره او مرتين كفايه قوي، بعد كده ابدا انت تتعقم جنب اللي بيناول، ما تناولش ده انت رابع واحد في العمليه. بعد كده ابدا افتح حالات ورص وتعقم وانت هتناول. الليفل ده تقلت فيه بقيت وحش، خلاص هبدا بقى اركز بقى ازاي اسيست، اشوف التمريض اللي جنبي اللي بقى له 4 5 سنين قبلي، اللي كان في يوم من الايام مكاني بيساعد ازاي. وقلنا 100 مره وانت متعقم، ان شاء الله عينك مش على ايد الجراح، عينك على ايد التمريض القديم اللي بيساعد. ان التمريض القديم بيعمل حاجات بتهب للجراح، خليه هادي ريلاكس وشغال. قدامي واحد هو وظيفته ممرض، بس هو احسن من احسن اسيست، ممكن يساعدني. في دكاتره والله العظيم انا اعرف على مستوى الشخص، اعرف دكاتره والله مش بتجيب مساعدين دكاتره، بيجيبوا اسيست تمريض، لان هو خلاص حفظه وقافل اسلوبه. فانت عينك على ايد التمريض. وبعد لما تاخد الكفاءه دي، لما توصل ليفل بقى منك للجراح على طول في اسيست، عينك بقى على الجراح بقى، خد منه التركات بقى اللي بيعملها الجراح القديم طبعا. انت معايا؟ ده كان اجابتي على السؤال ده. فما فيش حاجه اسمها اخد وقت قد ايه، انت ممكن يعني تدوس على نفسك شهر 2 3 4 مينيمم، مثلا 4 شهور انت وحش، 3 شهور انت وحش، انت جاهز فعلا تشتغل يلا. والبرايفت او الشغل الخاص في الخاصه هتعلمك الناقص منك. ده لو انت تمريض مستشفى عام. طب لو انت تمريض مستشفى جامعه، فانت هتشوف حاجات في الجامعه مثلا، مستشفيات الجامعه على مستوى الجمهوريه كلها هتشوف فيها عمليات بتحصل ما بتحصلش في البرايفت خالص. فانت ليفل الجامعه ده ليفل عالي قوي ما شاء الله، الناس كلها ممتازه وبيرفكت ومحترمه. فانت روح الاول المستشفى عام، ايه لنفسك فيها، وبعد كده ما لم يتم توفير فرصه العمل ليك دلوقتي، ما يأس بقى واقعد بقى لا اعمل ايه، اطلع على طول على مستشفى الجامعه، وما تخش تتعقم في اللي انت عارفه. ما هم هناك عارفين انت بتعرف تشتغل كذا وكذا وكذا، روح خش الغرف اللي بيشتغلوا فيها عمليات انت مش عارفها، لانك لسه في مرحله تعليميه. ده كان فيديو النهارده بصراحه حبيت ارد على السؤال ده، كان بيقول هو انا اخد وقت ده عشان اتعلم عمليات وهي صعبه ولا سهله؟ العمليات سهله، كل الاقسام سهله، انت ميولك ايه، حابب تبقى ممرض ايه، فاسعى سيبها على الله، ربنا هييسر لك الحال طول ما انت نيتك خير وانت عايز تتعلم. وصدقني ابواب السماء كلها تفتح، يعني تفتح ليك اول ما تقول يا رب، وان شاء الله ربنا هيكرمك. سلام.